واياك يا رب. بقول لحضرتك انا بنتي متطلقه بقى لها 8 سنين ومعاها بنت، فطليقها ما بيسالش على البنت خالص ولا بيجي يشوفها، وطلبت منه كتير اللي هو يجي يشوفها ويقعد معاها ويقربها منه. فطبعا هو حضرتك متجوز وجايب ولد وبنت، فهام البنت دي خالص خالص، وحضرتك مش عايزه ارجع للقانون عشان خاطر البنت ما تكبرش في يوم من الايام دول اشتكوا والدي وكده يعني. انا مش عارفه بقى اعمل ايه. حاضر. كلام طبعا موجه الى السيد العريس اللي طلق البنت وطلق معاها امها، والبنت طبعا لا تطلق، لكن هو الشيطان افتاله بانها الجمل بما حمل، وراح يتجوز واحده جديده لا يعنيها طبعا الجديده ان كان له بنت محرومه منه وهو محروم منها، راضيه بانسان مشروخ ورضيت بانها تكون جانيه على بنت تتشرخ من جديد. الخلاصه اللي عايز اقولها للست ام هاني، لا اشتكي عشان النفقه طبعا، اما الرؤيه ان شاء الله مع عنه وشافها، لكن لو هي عايزه تشوفه ودوها له، خليها تروح له المحل اللي فاتحه او في شغله، مش لازم تروح له البيت وتقول له ازيك يا بابي، تتروى هي. حتى لو عرفت ان هو مجرم هنقول لها لا ده بابا ولازم تشوفيه، ولكن هتقلل شويه من نسبه زيارته لما تعرف انه قاسي، وبلاش تروح تختلط بالبنت والولد اخواتها الا لما هو يبقى فاهم ان هم لازم يختلطوا ببعض وان هم اخوات وان هم من صلبه. لكن على النفقه ما جابهاش بشاي بنعناع وذوق، يجيبها بالمحكمه، ولما تكبر البنت ان شاء الله تكون الموعظه الحسنه موجوده وتسمع من الموعظه الحسنه ان الشكوى مش عداوه، وان لما نشتكي باباكي كنا لازم نشتكيه عشان يجيب لك اللقمه والا كنت تموتي من الجوع، وان ربنا فرض على بابا انه ينفق عليكي.